لا يمكن لجهة في الأرض مهما بغت وطغت واستكبرت أن تسبق الله، فكل ما تكيده وكل ما تمكره إنما هو في علم الله وضمن خطته. انتصار الحق على الباطل قد يتأخر بعد أن تتهيأ في المؤمنين الأسس اللازمة لاستحقاقهم هذا النصر الأكبر. فالله سبحانه وتعالى صاحب القدرة المطلقة، ولو شاء لأنهى المعركة بين الحق والباطل إلى غير رجعة، فلما لا ينتصر الله منهم ويريحنا من ظلمهم، من أجل أن يتحقق الابتلاء عن طريقها، فيستحق أهل الحق والإيمان الجنة بصبرهم وعملهم، ويستحق أهل الباطل والكفر النار بطغيانهم واستكبارهم. فالتغيير يبدأ من الداخل، وما لم نؤمن بكل خلية في أجسامنا بهذه الحقيقة فالطريق إلى النصر ليست سالكة، فالكرة في ملعبنا، وهذه الطريق وإن بدت طويلة ولكن نتائجها مضمونة.